المسيره زي المسيره نفس اهداف المسيره بتاعت القاهره، واظن الناس كلها المفروض تبقى فاهمه الاهداف دي. احنا جايين النهارده عشان نؤكد على سرعه القصاص. الناس مستنيه بقى لها النهارده الاربع، بقى لنا 3 اسابيع على مباراه بورسعيد، مفيش اي قرار اتخذ غير انك بتسمع عن ناس بتتمسك وخلاص. اهداف المسيره نبين للناس كلها ان احنا لسه فاكرين الشهداء، لسه ما خدناش حقنا. عايزين نشوف نشوف جناة حقيقيين يتمسكوا، يعني بيتعرضوا على المحكمه. يعني احنا بنفكر الناس ان لسه في دم ما خدناش حقنا منها. تمام، بس ده هدفها يعني. بس هي مسيره سلميه من قدام باب كليه التجاره لحد المنطقه الشماليه عشان سرعه القصاص. بس في فرق بين السرعه والتسارع، عايزين سرعه. طب انت فاهم ان البطء في العدل ظلم؟ احنا عايزين سرعه. احنا بقالنا 22 يوم او 23 يوم النهارده مفيش اي حاجه مدنيه عن القضيه، في تعتيم كامل. مش عارفين مدير الامن اتحبس ولا لا، ممسوك ولا لا، مدان ولا لا، الضابط اللي قفل باب القفل مدان ولا لا، ممسوك ولا لا. مش عارفين مين المهتمين، اسمائهم ايه، مش عارفين عددهم كام، مش عارفين خدوا قد ايه. في تعتيم كامل عن القضيه. احنا عايزين سرعه، وعايزين الناس اللي ماسكاها في النيابه تطلع تعلن مين اللي ممسوك واتهامهم ايه وايه القضيه وصلت لحد فين لحد دلوقتي. احنا بنطالب بحق اخواتنا، ربنا يرحم محمود وربنا يرحم جميع الشهداء اللي ماتوا في المذبحه ديت. وبنوصل مسج ان احنا مش هنوقف تشجيع ومش هنبطل تشجيع، وهنروح المدرجات برضه وراهم، وان احنا مش هنروح المدرج غير لما نجيب حق اخواتنا الشهداء. حاسين ان في تخاذل او تباطؤ من حد؟ نعم اكيد طبعا، الاداره واللعيبه بالذات. يعني واحد مش عارف يسافر لي فين وواحد رايح لي فين. انا مبسوط جدا. انا حاسس ان محمود لسه ما ماتش، كل زمايله واقفين معاه، وان شاء الله حقه هيرجع ان شاء الله. اهداف المسيره ايه النهارده؟ احنا عايزين ناكد ان احنا ورا الشهداء لحد ما نجيب حقهم ان شاء الله. ده هو هدفنا، حقهم ان شاء الله كده كده راجع ان شاء الله. شقيق الشهيد هيقول ايه النهارده؟ حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد عمل كده. في كل مكان هنساندهم في كل حته. انا قلت قبل كده وبكرر، الناس دي سافرت ورانا كتير، وهم اللي صنعوا اسامينا وهم اللي جم ورانا في كل حته. انا شايف دوري زي ما هم صنعوا اسم شادي محمد وغيره وغيره وغيره. في اي مكان هيبقوا موجودين انا هروح وهساندهم، لان دي مصيبه او كارثه اللي انت يموت 75 واحد دي. في اي حته هيروحوا. لو راحوا فين انا بتحرك من بيتي، عندي هدف اللي انا الناس ديت لازم اقف جنبها زي ما هي وقفت جنبي، وبيطلعوا بمنتهى الاحترام وبمنتهى الادب.